أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أقدرك، سبحانك ما أعزك. تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فأعطيت فعفوت فلك الحمد، وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. وجهك أكرم الوجوه وجاهك خير الجاه، وعطيتك أنفع العطايا وخيرك أنفع الهدايا. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، تجيب المضطر وتكشف الضر وتزيل السقم وتكشف المكروب وتزيل الملهوف. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليك، لا نحصي ثناء عليك. أنت ربنا وأنت خالقنا وأنت رازقنا. اللهم إنك أعطيت فأكثرت، اللهم إنك أعطيت فأكثرت. اللهم لك الحمد على ما أعطيت، اللهم زدنا على ما أعطيت يا رب البيت. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت. اللهم وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك قليله وكثيره صغيره وكبيره، ونعوذ بك من النفاق قليله وكثيره صغيره وكبيره. اللهم يا ذا الفضل والإنعام نحمدك على نعمة الإسلام. اللهم فأتمها علينا يا قدوس يا سلام، وجنبنا وذرياتنا عبادة الأصنام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة ويحشر في زمرته بعد الممات. اللهم اجعلنا لرسولنا في الدنيا من المتبعين، وفي الآخرة من المرافقين، وفي الآخرة من المرافقين، ولوجهه الكريم الشريف من الناظرين، ولصحابته الغر الميامين من المجالسين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد الذي بالحق أنطقته وبمحمد سميته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم ارزقنا حب القرآن ولذة القرآن والعيش مع القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا مخلصا وعن النيران ممحصا.
اجعل القرآن عن النيران مخلصا ولذنوبنا ممحصا. اجعلنا ممن يعمل به ويحل حلاله ويحرم حرامه. اللهم أنزل علينا من بركته على أنفسنا وأولادنا وبيوتنا وأموالنا وجميع حياتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل. اللهم إنا عبيدك رفعنا أكفنا إليك، نحن البؤساء إليك، الفقراء بين يديك، المحتاجون المعترفون المقصرون. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أوسع لنا من الرزق الحلال واصرف عنا فسقة الإنس والجان. اللهم ارزقنا رزقا لا مشقة فيه ولا كلفة، موافقا على الكتاب والسنة وليس لأحد فيه منه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم طهر أموالنا من الحرام، اللهم طهر أموالنا من الحرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا واغفر ذنوبنا. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا حي يا قيوم انصر دينك وانصر من نصر دينك واجعلنا من أنصار دينك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع شملهم على الهدى والدين. أرخص أسعارهم وول عليهم خيارهم واكفهم شر شرارهم. اللهم داو جريحهم وفك أسيرهم وانصر مجاهدهم واحقن دماء المسلمين يا رب العالمين. كل المستضعفين من أهل السنة والقرآن، كل المستضعفين من أهل السنة والقرآن ارحم ضعفهم، ارحم ضعفهم وتول أمرهم وفرج كرباتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم أصلح من تولى للمسلمين أمرا، اللهم أصلح من تولى للمسلمين أمرا واقذف خشيتك في قلبه سرا وجهرا. اللهم اجعله صالحا للعباد والبلاد نافعا للحاضر والباد. اللهم احفظ بلادنا من كيد الكائدين وعدوان المعتدين وشر الحاسدين ومكر الماكرين وكفر الكافرين وفسوق الفاسقين وفجار ويا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد أمننا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا على حدودنا، اللهم واحفظ جنودنا على حدودنا. سدد رأيهم ورميهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك باليهود المعتدين والنصارى الغاصبين والرافضة الحاقدين والحوثية المعتدين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الجان وعين الإنسان. اللهم اجعلنا
أعضاء نافعة لكل مسلم ومسلمة. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لفعل الخيرات وترك المنكرات وإظهار المحاسن والخيرات وقمع أهل الزيغ والبدع والضلالات يا رب الأرض والسماوات. اللهم وأهل القبور رهائن ذنوب لا يطلقون وأسارى لا يفكون وغرباء سفر لا ينتظرون. اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم. اللهم من كان منهم مسرورا فزده فرحا وسرورا، ومن كان منهم ملهوفا اللهم من كان منهم ملهوفا مهموما بدل لهفه وهمه فرحا وسرورا. اللهم ارفع العذاب عن المعذبين من أهل القبور وافض عليهم من بحر جودك يا غفور. اللهم اجعلهم في القبور مسرورين وبعطائك واثقين وبرحمتك مطمئنين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا انفردنا في الألحاد وفارقنا الأهل والمال والأولاد. اللهم هون علينا السكرات ونعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الممات. اللهم ذكرنا النطق بالشهادة عند حضوره. اللهم خفف علينا لا إله إلا الله عند الممات يا رب الأرض والسماوات. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. توفنا وأنت راض عنا، توفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعلنا ممن يبشر عند الموت بروح وريحان ورب راض، رب راض، ورب راض غير غضبان. اللهم اجعلنا ممن تحب لقاءهم ويحبون لقاءك، تحب لقاءهم ويحبون لقاءك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا. اللهم من كان منا عنده مريض اللهم فأفرحه بشفائه وعافيته وسلامته وصحته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل على مرضانا الشفاء العاجل. اللهم أعذهم من السحر والعين والسرطان والجذام والبرص والغرق والحرق والأرق والقلق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، سد فراغهم بالطاعة واشغلهم بما لهم فيه فائدة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يسر سبيلهم وزوجهم وأصلح أحوالهم وارزقهم برهم بآبائهم. اللهم يسر أمورهم. اللهم يسر أمور شبابنا واحفظهم بحفظك التام من الشبهات والشهوات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح فتياتنا، اللهم أصلح فتياتنا. اللهم وفقهن لما تحب وترضى. يسر لهن ما يرغبن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نساءنا ونساء المسلمين. اللهم كفر عنهن الذنوب والأوزار وارزقهن الجنة دار الأبرار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلحهن وأصلح لهن. اللهم احفظ شبابنا وفتياتنا من شر الجوالات الذكية والتواصلات الاجتماعية. اللهم أعنا وإياهم على حفظ الأبصار. اللهم أعنا وإياهم على غض الأبصار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا
حي يا قيوم ننزل بك حاجتنا، فإن قصر عنه رأينا وضعف عنه علمنا افتقرنا إلى رحمتك، فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب السعير وفتنة القبور وجميع الشرور يا ذا الجلال والإكرام، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجرير ولا يهتك الستر، يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا عظيم المن، يا عظيم المن، يا عظيم المن، من علينا بالعتق من النار، من علينا بالعتق من النار، يا رب اعتقنا، يا رب اعتقنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، اجعلنا من عتقائك، زحزحنا وجنبنا وابعدنا وانقذنا من النار ومن أعمال أهل النار يا ذا الجلال والإكرام، يا عليم يا خبير، يا سميع يا بصير، يا من لا شريك له ولا وزير، يا رازق الطفل الصغير، يا راحم الشيخ الكبير، نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير، يا حليم يا كريم، يا حليم يا كريم، يا حليم يا كريم، نسألك جنة النعيم، نسألك جنة النعيم، اللهم اجعلنا ممن يقال لهم ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة يا ذا الجلال والإكرام، اللهم من تحمل حماله وأثقل الدين كاهله أو كان الهم والغم ملازمه، اللهم سد فقره واقض دينه واشف مرضه وأذهب همه وغمه، يا من عم العباد فضله ونعماؤه ووسع البرية جوده وعطاؤه، يا من خلق الإنسان وبناه واللسان وأجراه، يا من لا يخيب من دعاه، هب لكل منا في هذه الليلة ما رجاه، هب لكل منا في هذه الليلة ما رجاه، وبلغه من خيري الدارين ما تمناه، اللهم وما قسمت بهذه الليلة الشريفة المباركة من رحمة ورضوان وفوز وامتنان وكرم وإحسان ونجاة من النيران وخلود في الجنان، اللهم اجعل لنا منه من أوفر الحظ وأجزل الأقسام، اللهم اجعلنا من أفضل عبادك في هذه الليلة، من خير تقسمه ونورا تهدي به ورزقا تبسطه وشرا ترفعه وبلاء تدفعه وضرا تكشفه يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك، اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا وأوسع الرحمة على ماضينا، وعمنا بعفوك وفضلك وإحسانك، واجعل الموعد بحبوح جنتك، غفرانك ربنا، غفرانك ربنا، عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك أهل الذنوب والأوزار أتوك يستقيلونك فأقل عثرتهم من النار، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها
وسرها وعلانيتها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من قام على هذا الجامع فبناه وهياه، اللهم ابن له بيتا في الجنة، اللهم ابن له بيتا في الجنة. اللهم من هياه للمصلين والراكعين والساجدين والمتهجدين والصائمين والمفطرين، اللهم هيئ له من أمره رشدا. اللهم هيئ له عندك نزلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا أيما من ذكر أو أنثى إلا زوجته وأفرحته، ولا عقيما إلا سررته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا معتمرا إلا حفظته يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا خير المعطين. عافنا واعف عنا، أنزل علينا في هذه اللحظة بركة من بركاتك، وهبة من هباتك، وعطية من عطياتك، يا من رحمته وسعت كل شيء، يا من رحمته غلبت غضبه، يا من هو الغني ذو الرحمة. ارحمنا برحمتك الواسعة، ارحمنا 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 يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر في هذه اللحظة لآبائنا 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 وأمهاتنا وأمهاتنا وأمهاتنا. اللهم جاز والدينا عنا خير الجزاء، اللهم جاز والدينا عنا خير الجزاء، واسكنهما الفردوس الأعلى. اللهم ارفع لوالدينا الدرجات وكفر عنهما السيئات، من كان منهم موجودا متعه بالصحة والعافية والاستقامة، وارزقنا بره وارزقنا بره، أعنا على بره أعنا على بره. ومن كان منهم تحت أطباق الثرى فأوسع رحمتك عليه، فأوسع رحمتك عليه، واغفر له ذنبه، واجمعنا به في جنات النعيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنا نؤمن ونصدق بأنك تنزل نزولا يليق بجلالك وعظمتك في الثلث الأخير من كل ليل، فتقول وقولك الحق وقولك الصدق، هل من سائل، هل من داع، هل من مستغفر. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته وسألك فأعطيته. افتح لدعائنا باب القبول والإجابة يا من أظهر غناه للراغبين وفتح بابه للطالبين. لا تردنا عن رحمتك، اللهم لا تردنا عن بابك، اللهم لا تجعلنا من رحمتك آيسين ولا عن بابك مطرودين يا رب العالمين. اجعلنا من عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وأوليائك المتقين، واجعلنا من الصابرين الصادقين المخلصين المتقين الشاكرين المنتخبين المقبولين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر.